في خبر عاجل الآن، تعرض الطالب بدر بن محمد الحلافي لحادثة مؤلمة أدت للوفاة وسط تعرضه للدهس أمس بحافلته المدرسية نتيجة فتح باب الحافلة بشكل مفاجئ. ويشير تقرير المرور أن الخطأ بنسبة 100% من سائق الحافلة لعدم تطبيق إجراءات السلامة. في لحظة مأساوية تحولت فرحة انتهاء الاختبارات إلى فاجعة لا تنسى لعائلة الطالب بدر بن محمد الحلافي الذي وفاته المنية عن عمره وناهز 13 عاما. اسم مروع في يوم كان يتوقع فيه أن يحتفل بإجازته الصيفية. فقدت الأسرة فردا عزيزا لتبدأ رحلة من الألم والحسرة. فلم يتوقع والد الطالب بدر بن محمد الحلافي أنه سيودع ابنه البالغ من العمر 13 عاما إثر حادث دهس تعرض له في اليوم الأخير من الاختبارات بعد عودته من المدرسة. وفي الحديث مع والد الطالب عن تفاصيل الحادث أوضح بعبارات الألم والحسرة أن بدر كان يستند إلى باب الحافلة المدرسية أثناء عودته بعد أداء اختباراته في الفترة المسائية للمنزل، قبل أن ينفتح الباب فجأة بسبب عدم تأمينه بشكل كامل من قبل السائق. وفي لحظة مأساوية سقط بدر من الحافلة وتعرض للدهس تحت عجلتها ليتوفى على الفور.